عايدة اعترفت لجعفر باللي شافته، واللي شافته مش حلو خالص ان سيد يعرفه. دلال الخبيثة بتمثل انها زعلانة من اتهام جعفر ليها، ما هي خبيثة بقى. وجات عزيزة الرقاصة وبنتها لما عرفوا ان ام سيد ماتت، ما هي بعدت عنه عشان كل حاجة باسم امه، وامه دلوقتي ماتت، فقالت هتعرف بقى تضحك عليه. بس جعفر جه ولحقه وقال لها ادي الجمل وادي الجمال، وسأل سيف إذا كان عايز البت دي، وقام شاخط جعفر في عزيزة ومشيت قفاها يقمر عيش. وجي نعيم يصالح صفصف بعد ما ظلمها امبارح إنها اللي ضربت عايدة، وصفصف وافقت تصالحه بعد ما هبدته كف على وشه. نعيم بقى حاسس ان وداد عامله مصيبه وخايف منها قوي، وفعلا الاخ احساسه في محله يعني. شوقي بقى خلاص خارج، وكارم وامه بيخططوا عايزين ينتقموا للاخ اللي مات، وهتظهر وداد اللي سيد قلب الدنيا عليها بمفاجأة هتقلب المسلسل بجد. جعفر وعايدة قاعدين في قعدة رومانسية، وتقول له ما تيجي يا جعفر نسافر يومين لبنان، ما هي عايدة الحتة اللي جوه وأكيد هيوافق. وأخدها فعلا لبنان، يا غلاوتك يا عايدة عند جعفر. ويقلب جعفر نزار قباني ويعرف عايدة يعني ايه الحب. وشوف الحب اللي يخلي راجل من السيدة زينب يسافر لبنان علشان خاطر الحب. وتقريبا كده عايدة وقعت في حب جعفر، يا ترى هتقوله ان بابي مات ولا لا. دلال الخبيثة بقى زعلانة من كل الناس وظابطة الدور قوي، لدرجة انها رفضت تقضي ليلة مع جعفر لما دخل يصالحها لانه اتهمها. انا والله بدأت اصدق انها ما عملتش كده، ما الموضوع بقى ضد وضد دلوقتي، علشان كده كله بيعتذر لدلال الخبيثة اللئيمة. بلال شامة اللي لسه بيعافر بعد موت فاطمة وبيتصل بجعفر، بس جعفر في لبنان، جعفر غير متوفر حاليا، قصدي الرقم غير متوفر حاليا. وأهبل بنت فيهم اكتشفت ان جعفر سافر مع عايدة، وسوريا ام ايد طويلة عرفت ان جعفر معاها علشان كان ظاهر ومنور في نضارة عايدة. وخرج شوقي فتح الله من السجن مع طبل وزمر وبيخطط لجوازة بكرة قدام بيت جعفر، وسيد العبيط كان بيرقص، ما هو هيرقص قوي لما يعرف مين عروسة شوقي. وكل ده بيحصل وجعفر غرقان في العسل مع عروسة البحر.